بهذا المغزى لما تنشوفوا ديك العظمه، يعني مكان عنده 700 سنه وازيد، فنقول يعني بانه الحضاره الاسلاميه في المغرب في البناء والهندسه كان جد راقي وقد برع وتفوق على الفن المعماري الاوروبي. بسم الله وبفضل بسم الله وبنور بسم الله وبعظمة بسم الله نسألك يا الله يا الله يا الله ربي يسر لي أمري واغفر لي ذنبي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا الآن في هذه القبة اللي تتسمى القبة الحسنية، وفي الجوار ديال سيدنا مولانا إدريس بن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبت ابن علي وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا إدريس هو أقرب أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقة المغرب العربي. جاء سنة 166 للهجرة للمغرب بعد معركة فخ مع العباسيين الذين حاولوا قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لهذه البلاد هذه وأحبه المغاربة حبا جما فزوجوه وبايعوه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانت زوجته هي كنزة بنت الأورابي أبو حامد الأورابي. وبدأ من هذه البلاد هذه اللي هي مدينة مولاي إدريس الأكبر المدعوة مدينة زرهون، كانت أول عاصمة عرفت في المغرب. مولاي إدريس هو الرجل الذي جمع المغاربة بعدما كانوا قبائل متناحرة وكانت قبائل متناطرة، فوحدهم تحت راية واحدة ودولة واحدة، فصك لهم أول عملة عرفت في المغرب وهي الدرهم الإدريسي. وهذه البلاد الصغيرة الآن كانت أول عاصمة للمغرب، والوجود ديالها هنايا في هذه المنطقة هو وجود استراتيجي عسكري، فهي شبه جزيرة محاطة بالجبال نظرا للحركة العسكرية اللي كانت تتعرف في ذاك الوقت. وكان سكن الجبال يعتبر بأنه ميزة من الميزات، فلهذا نجد البرابرة الأولون أو الأمازيغ الأولون كانوا يسكنون في الجبال، وهي كانت نوع من البطخ والضخامة اللي تتعرفوا بها المغاربة. مولانا إدريس استوطن وأحبه المغاربة وبايعوه، فأنشئت الدولة الإسلامية، وهو من عبد الله الكامل. وعبد الله الكامل هو المدفون بالعراق على ساحل نهر دجلة، وهو ما يعرف بالعراق بعبد الله المحبة. وصل الحكم ديال الأدارسة في عصره إلى نهر السنغال جنوبا وإلى تلمسان يعني غربا.
مولانا إدريس بن عبد الله الكامل وحد ونشأ الدولة القوية، ولكنه مات مسموما سنة 172 للهجرة فعلى يد جرير الصماخ، وهو مبعوث من طرف هارون الرشيد لقتله. فتتبع خطاه المولى الرشيد المدفون وراء قبة مولانا إدريس بن عبد الله الكامل حتى وجده في مدينة وجدة، ولهذا سميت وجدة أي وجد، وقتل هنالك. مولانا إدريس مات، ووقعت واقعة لم تقع في الكرة الأرضية إلا في المغرب، فمحبة الناس لمولانا إدريس جعلوه ينتظروا المولود اللي بقى في الرحم ديال الأم ديالو حتى توضع من بعد 6 شهور. وقال مولانا رشيد كلمته المعروفة: ننتظر، إن كان ولد بايعناه، وإن كانت بنت فالأمر لكم. فكان ولد، وهذا الولد هو مولانا إدريس الثاني المعروف بمولانا إدريس الأزهر المدفون بفاس، لأنه لما ضاقت به المملكة في هذه المدينة الصغيرة خرج للبحث على منطقة كبرى فأنشأ مدينة فاس. مولانا إدريس، وهذه القبة اللي احنا دابا الآن موجودين فيها هي القبة الحسنية نسبة إلى مولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني رحمه الله تعالى، بناها تقربا لله ومحبة في الله ومحبة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن تقام فيها الصلوات وتقام فيها الليالي للذكر، ويقام الموسم السنوي مولانا إدريس كل سنة ويدوم حتى 4 أشهر. هذا ما يمكن القول يعني بشيء من الإيجاز على حياة المولى إدريس، ومن أراد البحث وهدى عليه بكتاب الاستقصاء، وقد تكلم عليه ابن خلدون في المقدمة وتكلم عليه فطاحل العلماء. وأحد أحفاده اللي هو عمر قد فتح الله به دولة السودان وأسلم على يديه ثلثي أهل السودان، وأهل السودان معروفون في ذلك التاريخ ماشي السودان الحالية، وإنما السودان التي كانت تضم تشاد والنيجر ومالي والسودان الحالية والصومال. ثلثي أهل هذه المنطقة أسلموا على يدي حفيد مولانا إدريس اللي هو عمر، ولا زال اسم عمر يتردد في دولة السودان. الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونفعني الله وإياكم بما قلت، وأستغفر الله إن كنت أخطأت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.